السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديال القزبر ومعدنوس، كيفاش تخليهم في الثلاجه غير لتحت بلا ما تحتاجي ديريهم في الفريغو. غادي تشدي القزبر ومعدنوس، غادي تنقيه وتغسليه مزيان وديريه يتسقطر، وملي غادي يتسقطر ينشف من الماء، ما يكونش فيه الماء، ينشف مزيان. عاد غادي تشديه ديريه في الهاشوار وطحنيه مزيان، وغادي تشدي واحد القرعه ديال الزاج وغادي ديريه فيها تتعمري ديك القرعه. المهم القياس اللي عندك، من الاحسن ديروه في قرعه ديال الزاج ماشي ديال الميكا. صافي، وانا هنا شديت الربيع قسمته على جوج. الربيع الاولاني ما درتش فيه الثومه، والطريف الثاني طحنت معاه الثومه، حيت بعض المرات كتكون شي حاجه بحال الشلاضه بالخضره بحال هادي كتبغي ديري شي معلقه ديال الربيع فيهم، ما كتبغيش تكون فيهم الثومه. انا درت جوج، درت وحيده فيه النص فيه الثومه والنص بلا ثومه. ديال الحوت، تبغي تشرميله د الحوت، تبغي تشرميله ديال الدجاج كنخص فيها الثومه، ها هي انا مصايباها بالثومه. صافي كتنقيها كامله وكتلوحيها، ومن بعد كطحنيها في الهاشوار مزيان حتى هي كتخليها حتى ما كتبقاش حتى كتنسجم مع بعضياتهم. صافي، وغادي ديريهم حتى هما في قريعه ديال الدجاج. المهم البنات ما تنساوش ليا اللي عجباتو الفكره وجرب الطريقه ما ينساش يبارطاجي الفيديو مع الاهل والاصحاب والاصدقاء باش تعم الفائده. وحنا العيالات كنبغيو داكشي يكون منظم ويكون ما كتبغيش تبقاي عاد كتردي في الغدا ولا في العشاء وعاد تجبدي الربيع وعاد تقطعيه، خصو يكون عندك. اي مرة كتبغي الربيع يكون مقطع، يكون في الدار مقطع. المهم عادي تحيديه ديريه في القرعه، هذه صغيره باش يبقاو ليا باش نعلمهم. درت وحده كبيره ودرت وحده صغيره. صافي غادي نعمرها مزيان، ومن بعد غادي نزيد عليهم شويه الزيت. الا عندك الزيت البلديه من الاحسن يكونوا زوين تزيدي عليهم، واحد تزيدي عليه الزيت البلديه وواحد تزيدي عليه الزيت الروميه. انا ما كانتش بقات ليا الزيت البلديه، درت ليهم غير الزيت الروميه. تقريبا كتخوي حسبيت شي كاس في القرعه، كاس الزيت. الربيع ضروري كيخلي الروينه ديالو كيتشتت ويعمر كاع الدنيا. المهم انا هاد القريعات ديال الشكلاط كنحتفظ بهم، ما كنرميهمش، كنحتاجهم بحال هكا. صافي، ومن بعد صافي هنايا غادي نزيد عليهم الزيت. كتبقاي تخويه بشويه بشويه حتى كيهبط لتحت، تقريبا كاس ديال الزيت اللي كتخوي. وكديري واحد المعلقه وكتحركي مزيان داك الربيع مع الزيت. صافي كتسديها وديريها في الثلاجه لتحت، وكتبقاي فيما كتبغي طيبي اولا باغا تصايبي شي تشرميله ولا شي حاجه. كتجبدي كتاخدي معلقه وكديريها فيها.
كيبقى زوين وتيدي لك المدة تقريبا حتى الشهر، يديها لك في الثلاجة، يعني ما تيخسر ما والو مع الزيت. مع الزيت ما كيخسرش. وعاد مع المدة كيطلق كيعطي واحد المذاق زوين ديال الربيع، وكيبقى فيه المذاق ما كيمشيش ليه الجهد ديالو اولا بالعكس. قد ما طال قد ما كيزيان، والريحة ديالو كتولي مجهدة. المهم جربوها البنات وردوا عليا، راها طريقة زوينة القزبر ومعدنوس، باش ما تبقايش كل مرة جبد الربيع نقي الربيع هكا كتخلطيه مزيان صافي، وكتحطيه في الثلاجة. فيما كتبغي طيبيه كتجبدي كتاخدي معالقة اللي ما فيهش الثومة. كيصلح الحوايج اللي كديري ما فيهمش الثومة، اللي كديريهم وما كتكونش فيهم الثومة. والحاجة اللي فيها الثومة ها هي في قريعة بوحديها راه فيه الثومة. كيصلح حتى هو الحوايج اللي باغا فيهم الربيع والثومة. وعاد ما إلا شريتي الكونتيتي كبيرة ما كيخسر ما حتى شي حاجة. هادي هي الطريقة باش تخليه معاك. يلا البنات تهلاو في روسكم، وما تنساونيش من لي لايك ومن الكومونتير، واللي جرباتو تخلي ليا شي كومونتير. وراه زوينه البنات والله الا غير جربوه راه ما غتندموش عليه، والله القسم الا بالتجريب راه زوين. ايوا نخليكم البنات، يلا تهلاو في روسكم وبسلامه وما تنساونيش.